كل أب وكل أم لازم يفكروا كتير في الكلمتين دول. ربياني صغيرة. هل أنت بتدعم ابنك؟ هل متابعه ولا الحياة واخداك؟ عارف تفاصيل كتير عنه؟ هل هو بيحبك؟ هل أنت بتردد ليه دايما أنا بحبك من غير شروط؟ هل دورت وشفت مين اللي بيقوم بدورك أنت كأب أو أنت كأم مع أولادك؟ دورك اللي ما ينفعش حد يقوم به غيرك. أنا موجود إذا أنا مسؤول علشان تتحقق فيك الآية الكريمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. لازم تقوم بدورك اللي ما ينفعش حد أبدا يقوم بيه غيرك. عائشة اتجوزت جواز تقليدي لكن دايما كانت مختلفة مع زوجها ومش متفقين على أي حاجة. أصبحت تعيسة أكتر لما خلفت سلمى. حست إن سلمى ضافت عبء على عبئها جديد. زوجها ما كانش سيء الخلق لكن كان مختلف في طبعه عن عائشة. كبرت سلمى وطبعا كان من العادي جدا إنها أوقات كتير تقعد لوحدها، يا إما تتفرج على التلفزيون أو حتى تاكل وتشرب لوحدها، لأن عائشة وزوجها دايما يا إما متخاصمين أو متخانقين. عائشة ما كانش بتفكر في طلاق لكن كانت تعيسة وما كانتش تعرف إن سلمى بنتها تعيسة هي كمان وإنها محتاجة لها. الأم لاحظت إن بنتها متعلقة بالمعلمة في الحضانة الأستاذة داليا، كانت بتكتب ليها كروت باسمها وترسم ليها قلوب. الأم ما اهتمتش بالأمر، عادي الأمر عدى عليها. كانت مركزة في خناقاتها مع زوجها وإن هي تستحق زوج أفضل من ده. المعلمة داليا طلبت من الأم عائشة تجهز لسلمى هدوم لونها وردي علشان تحضر بيها حفلة ختام العام الدراسي. الأم عائشة ما تعرفش إن سلمى بنتها هي اللي هتقدم فقرة في الحفلة ومش مهتمة إنها تسألها أصلا. المهم راحت الأم عائشة الحفلة، اتفاجئت إن بنتها بتقدم في الحفلة دور أساسي وكبير جدا وكان أدائها مبهر. الكل كان بيسقف لسلمى. الأم عائشة حست بشيء من الفخر. بنتي، حان وقت نزول سلمى من على المسرح. الأم عائشة واقفة في انتظار سلمى تيجي تحضنها وتطبطب عليها، لكن حصل شيء فيه دهشة كبيرة جدا. البنت جريت في اتجاه المعلمة داليا. الأم عائشة حست إنها خارج الصورة، قعدت تعيط. أنا كنت فين؟ أنا اللي قصرت، أنا ما اهتمتش وكنت ببص ليها إنها عيب. أحيانا تؤلمنا بعض المواقف علشان تنبهنا وجرس عالي في حياتنا يقول لنا استوب، اقف هنا. الأم عائشة بعدها اتغيرت وبدأت تقعد مع سلمى وقت الأكل وتكلمها وتهتم بيها، وطبعا سلمى مندهشة. أصبحت سلمى سعيدة. العبرة هنا أيا كانت ظروف الحياة صعبة ومتعبة بلاش تستسلم وقوم بدورك. أولادك سند ليك بشرط بلاش تخليهم سلة لإلقاء مهملات حياتك. من الخطأ إنك تخلي شخص تاني يلعب دورك في حياة ابنك أو بنتك. وافتكر دايما كما ربياني. التربية مش اهتمام بالجسد بس، لا، الاهتمام بالنضج العقلي القائم على الحب والحوار مهم جدا جدا. ممكن في أي وقت تصلح علاقتك بأولادك، هما محتاجين لك دايما. وبس كده. كان معكم محمد ناصر من قناة قطرة للناس الشاطرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.